انت تعرف ان في شغلانه في مجال البرمجه مش بتكتب كود فيها دايما، بس بتاخد مرتب عالي وبتسافر كمان مؤتمرات. الشغلانه دي اسمها developer relations او developer advocate. يعني ايه؟ يعني يشرحوا للمطورين ازاي يستخدموا المنتج ويعملوا فيديوهات ومقالات ويردوا على الاسئله ويوصلوا فيدباك من الناس لفريق التطوير الخاص بالمنتج دوت. هم ممكن يكتبوا كود بس مش دايما، الاهم انهم يفهموا الكود كويس ويعرفوا يشرحوه ببساطه للناس. الشركات الكبيره بتحب الديف ريليشنز لانهم بيساعدوا المطورين يفهموا المنتج ويستخدموه بسهوله. زي جيت هاب مثلا، بيكون في ناس شغلتهم يعملوا فيديوهات تشرح جيت هاب ويحضروا مؤتمرات ويكتبوا مقالات عن افضل الطرق لاستخدامه، وكل ده بيساعد المنتج ينجح وينتشر اسرع. لو بتحب تشرح وبتحب التكنولوجي وبتفهم كود، ممكن الديفلوبر ريليشنز تكون انسب حاجه ليك. تفتكر دي وظيفه ليك ولا تفضل اللي انت تبرمج وتبني؟ اكتب لي رايك في الكومنتس، ولو عجبك الفيديو لايك وشير مع صاحبك اللي ما يعرفش المعلومه ديت.